كلنا شفنا امبارح العرض اللي اتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا الناس بتتفرج وخلاص، انما كمية السلاح اللي اتعملت بالايادي المصرية في الفترة ال10 سنين دول كمية كبيرة ومهولة، وتفوقنا كتير جدا. بعد ما كنا قعدنا 30 سنة مع المرحوم حسني مبارك ما كناش عارفين نصنع عجلة، الصراحة تتقال، واللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها عيال. الناس اللي عمالة تجيب لنا ما خدوا بالكم برضو في ناس بتدينا الصور والفيديوهات وهم اساسا مش مصريين، هم من المخابرات الضلاليين. خدوا بالكم بالكلام. طبعا احنا الحمد لله رب العالمين في قوة وفي عزيمة. في عز العرض ما هو شغال في واحد اسمه محمد ناصر كده شكلهم بالظبط يعني، وعمال برضو يتكلم كلام يعني ما اعرفش مين بيسمعه بصراحة، بس في ناس ميالة ليهم، لا في اتباعهم، ويقول لك اصل انا مش اخوان الشيطان ولا اخوان البراس، لا انا مش منهم. كل الكلام اللي بتقوله ده وانت مش منهم يا محمد يا ناصر. يا اخي بص لنفسك في المرايه يا اخي، انت بتشوفش نفسك؟ يالا ده انت شكل الشياطين، يعني شيطان متنكر في صوره انسان. انت وكل اتباعك اللي حواليك في نفس المحطات ما بتشوفوش؟ عايزين ايه طيب؟ عايزين تكسروا الجيش ليه؟ عايزين مصر تتكسر ليه؟ نفسي افهم، ما انا نفسي نفهم. بس لما نيجي نقول اصلهم بيحبوا الدين وبيحبوا الاسلام، من اين هلاك انك بتحب دينك؟ اللي بيحب دينه يحب عرضه هو وطنك هي اهلك وناسك يا بني ادم. انما انت بتحب مين ولا ميال لمين؟ انت ميال لاعداء الدين، اعدائنا انت وغيرك وكل اتباعك. كل الناس اللي بتتكلم كلام يخص الوطن ده بالشر لازم تعرف انه عدو. اوعى تقول لي اصله معارض والحكايه دي والقصه اللي بيضحكوا عليكم بيها دي، واصل دي حريات ومش حريات. الحريات اللي جت من عند الشياطين، ما هي الحريات بتاعت الشياطين، عبدة الشياطين، ولا مش فاكرين عبدة الشيطان والعيال اللي بتتمثل وتعبد الشيطان والحاجات اللي بتحصل كتير في الوطن وفي الأوطان العربية. خدوا بالكم يا ناس، الدين بتاعنا ده أطيب دين وأكرم دين وأحن دين. لا تقول لي بقى هنا ولا هناك، أطيب دين وأحن دين، وبتاع الناس الطيبين اللي قلوبها بيضة جميلة بتعرف رب العالمين وبتحبه وتعشقه. لازم تفكر وتشغل عقلك. أقول إيه؟ نهاركم جميل وجمعة مباركة لكل الناس اللي موجودة، الناس الطيبين.